السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم. نتمنى إن شاء الله تكونوا دائما بخير وعلى خير. رمضان مبارك سعيد. نتمنى إن شاء الله يدخل عليكم الصحة والسلامة، والله يتقبل منا الصيام والقيام ويجعلنا من أهل الصيام لا فاقدين ولا مفقودين. اليوم إن شاء الله غادي نبداو تحلية رمضانية بامتياز، صحية فيها طاقة، يعني شي حاجة اللي من غير سكريات. غادي نحتاجو فيها يعني مكونات اللي جد صحيين، ماشي ما فيهاش بزاف ديال المكونات، وفي الاخير غادي تحصلوا على واحد التحليه اللي كلها طاقه وبدون سكر. هذا هو الاهم، اننا نتناولوا خطره خطره بحال هاد التحليات اللي يكونوا خاليين من السكريات، يعني وفي نفس الوقت يكونوا صحيين وكيعطيونا طاقه يعني نهار كامل. فمن الاحسن اننا نحضروا بحال هاد التحليات. نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، لانها فعلا تستحق تجربه وسهله اقتصاديه، يعني فيها مكونات اللي جد بسيطه جدا. ونتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش علينا واحد اللايك ديالكم. مرحبا بكم ومرحبا بالجميع. كمكونات غادي نحتاجو، عندي هنايا كيف كتشوفوا، عندي هنايا واحد الزلافه فيها يعني غير واحد شويه ديال اللوز، كذلك عندي الفلون ديال الكراميل، وغادي نحتاجو كذلك شويه ديال التمر ونصف لتر ديال الحليب. هاد المكونات انا خدات ليا 3 ديال الكؤوس. ممكن الا بغيتو تحصلوا على كميه اكثر فما عليكم الا تضاعفوا في المقادير. هنا غادي ناخدو واحد الميكسور، وغادي نحتاجو نحطو فيه داك الحليب اللي هو نصف لتر ديال الحليب، ثم غادي نضيفو عليه اللوز. هنا اللوز حوالي واحد 30 غرام، وكذلك عندي على حساب واحد 10 ديال الحبات ديال التمر، اللي من بعد ما غسلتهم بطبيعه الحال مزيان، حيت لهم داك العظم اللي يكون في الوسط. وهنا عندي انا هذا الفلون كراميل، من حجمه شويه كيكون كبير ولكن بدون سكر. من بعد ما خلطنا جميع المكونات غادي نحاولوا اننا نطحنوا مزيان مزيان كاملين هاد المكونات حتى ينطحلوا لنا جيدا. كتشوفوا كنطحنوها مزيان، ومن بعد غادي نوضعوها في واحد الكاسرونه، وغادي نرجعوها فوق النار مع التحريك المستمر حتى نشوفوا هاد الخليط هذا يعني بدا كيتبخ لينا، وحتى الكثافه ديالو بدا كيتكاتف، يعني ما بقاش خفيف بحال الشكل ديال الفلون اللي كنعملوه عاده. ومع طبيعه الحال دائما مع التحريك المستمر. هنا من بعد ما تبخ ليا وطلع صافي، هنايا غادي نوجد الكؤوس ديالي. انا عندي هاد الكؤوس من الحجم شويه كبار، الا كانوا صغار غادي يعني غادي يقدر يخرج لكم 4 ديال الكؤوس. صافي غادي نحط فيها هاد الخليط ديالي كيف كتشوفوا، وغادي نوضعهم في الثلاجة حتى تشوفوا الخليط ديالكم عقد لكم، يعني ساهلين، ما كياخذ لكمش الوقت نهائيا، وانكم تحسوا بواحد طاقة طول النهار. يعني شي حاجة اللي رائعة، فيهم مكونات اللي صحيين، ما فيهمش سكريات، وكلهم كما قلت لكم طاقة، يعني مكونات اللي بسيطة وصحيين في نفس الوقت. هنا من بعد ما جمدوا ليا انا خليتهم يعني غير واحد الساعه دغيا كيجمدوا. كتشوفوا الشكل ديالهم يعني جامدين. كتزيين يعني دائما التزيين يبقى اختياري، مادام اننا دخلنا فيهم اللوز يعني في المكونات. فغادي نزينهم، كنشاط ليا شويه ديال اللوز مهرمش عندي، فغادي نزين به من الفوق. ممكن انكم تزينوا باللي حبيتوا، فماشي ضروري انكم تزينوا نتوما باللوز او البسكويت اللي حبيتوا ممكن تزينوا به. وغادي نديروا بعض الحبات ديال التمر، مادام اننا طحنا فيه التمر فضروري تبقى ديك العلامه ديال المكونات، يعني كنزينوا بها على هذا الشكل هذا. وها هي التحليه ديالنا واجده سهله ماهله صحيه بامتياز، خفيفه يعني كتحضريها ودغيا دغيا كتوجد معاك، ما تاخذلكش وقت كاع نهائيا، وتحصلي على تحليه رمضانيه. والاهم انها يعني دغيا كتحضر، ما تاخذلكش الوقت بزاف. وهذا هو الشكل ديالها من الفوق من بعد ما قدمناها معكم هنا في الطبق ديال التقديم.
نتمنى ان شاء الله خواتاتي الفيديو يروق الاعجاب ديالكم، وحتى نتوما تجربوا هاد التحليه. يعني نتمنى انكم تجربوها وتشوفوا النتيجه ديالها. فعلا فعلا واحد التحليه اللي رائعه، وخصوصا بدون سكر. يعني نحاولوا اننا نتناولوا بحال هاد المكونات او بحال هاد التحليات اللي يكونوا بدون سكر. يعني كنعوضوهم بالتمر، فالتمر كيعوضهم على الحلاوه اللي بالنسبه للناس اللي مثلا ما يقدروش يستغناو عليهم، فممكن اننا ندخلوه في العصائر ديالنا او ندخلوه في التحليات. فكيجي حتى هو بحال اللي راكي عملتي فيه السكر، ولكن يعني صحي في نفس الوقت. وهنا كيف كتشوفوا من بعد ما لا تكسيور ديالها من الداخل يعني كتجي عاقده رائعه جدا. اما المذاق فجربوها وغادي تشوفوا النتيجه ديالها ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله خواتاتي تجربوا هاد التحليه، وما تبخلوش علينا بلي لايك ديالكم وبارطاج مع الاهل والمعارف ديالكم باش تعم فائده للجميع. وان شاء الله تجربوا هاد الوصفه هادي. نتمنى ان شاء الله مع وصفات رمضانيه سهله وبسيطه، ونتمنى ان شاء الله التشجيع ديالكم اكيد اكيد ان شاء الله باش نحضروا معكم وصفات اخرى اقتصاديه وصحيه في نفس الوقت ان شاء الله. ونتمنى ان شاء الله نقول لكم رمضان مبارك كريم ان شاء الله. تصوموا بالصحه والسلامه وبالتيسير والرزق، وإن شاء الله وبكل متمنيات إن شاء الله. ما بقى لي إن شاء الله نقول لكم إلى فيديو قادم بإذن الله. نخليكم مع بقية هاد الصور، وإن شاء الله نتلاقاو مع فيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله. شكرا لكم ورمضان كريم.